هلو 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 عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بصحة وخير وسعادة وسلام. وحشتوني جدا جدا جدا. اخرت عليكم برضو كالعادة، انا عارفة لنا تقريبا. ما اعتقدش ان مفيش حد نفسيته كويسة الفترة دي خالص، وما اعتقدش ان حد عنده اي قابلية لاي حاجة في الحياة ان هو يعملها في ظل كل الظروف المحيطة بينا وظل كل الاخبار الوحشة اللي احنا بنشوفها، وكمية الموت وكمية الحاجات الوحشة اللي بنقراها وبنسمعها وبنشوف الفيديوهات كل يوم. صراحة انا ما كنتش قادرة خالص ان انا اصور، وما كانش عندي نفس تماما. انا قعدت فترة كبيرة جدا، تقريبا 10 ايام، تعبانة نفسيا جدا من المناظر اللي بشوفها. وانا كحد بيعمل فيديوهات ما قدرتش، ما كانش عندي القدرة والقابلية ان انا افتح فيديو وان انا اتكلم عادي وانا شايفة كمية المناظر البشعة اللي بشوفها دي، وان الواحد للاسف مش بايده اي حاجه يعملها، وحاسس بالعجز الكامل في الحوار ده او في القضيه دي. ربنا قادر كريم ان شاء الله انه ينصرهم، وان شاء الله ان شاء الله نصر ربنا قريب قوي 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 باذن الله. وربنا يحفظ بلدنا يا رب ويحميها من كل شر. ويلا تعالوا على طول دلوقتي نبدا الفيديو في منتج جديد انا جربته الفتره اللي فاتت دي. بس قبل ما ابدا الفيديو معاكم ونعرف ايه هو المنتج الخطير اللي انا جربته الفتره اللي فاتت دي، انزلي دلوقتي حالا اعملي لايك للفيديو واعملي سبسكرايب للقناه لو انت لسه مش مشتركه، وعلى طول روحي اعملي لي فولو على الانستجرام عشان بنزل حاجات هناك غير خالص، مختلفه تماما عن قناه اليوتيوب. فيلا على طول دلوقتي نبدا الفيديو، وتعالى اقول لكم ايه المنتج الخطير اللي انا جربته الفتره اللي فاتت دي وفرق معايا جدا. بقالي فتره كبيره عندي مشكله ان انا بيظهر لي شويه حبوب كده لوحدها، تلاقيها ظهرت من غير اي مقدمات. بس انا كشخص طبيعه بشرته ما كانش بيظهر لي حبوب، وعمري ما طلع لي حبوب الشباب ولا الحاجات دي، باستثناء الحبوب اللي هي اللي بتطلع شهريه لكل شهر لاي بنوته او اي ست فينا يعني. هي دي بس الفتره اللي بيبقى فيها زي ما انا دلوقتي كده، هتلاقوا فيه شويه حبوب كده صغننه، وده طبيعي ونورمالي جدا كل شهر يعني، بيبقى رد فعل طبيعي للجسم. طبعا الصيف وبعد التعرض الفظيع للشمس والفتره اللي فاتت دي، طبعا الصيف كان السنه دي كان صعب، كان موت يعني. الشمس كانت جامده جدا، مهما كنت بتحطي سان بلوك برده كنت بتاثري، ده طبيعي جدا. بما ان انا عندي هنا الجلاسات اللي هي بتعمل التقشير الكيميائي والتقشير على البارد والحاجات دي شويه غاليه بصراحه، ما اضحكش عليكم، هنا باليورو، فالحاجه انت بتتكلمي في 200 و 300 يورو، ده مبلغ كبير جدا. بقى لي فتره كبيره ببحث كده وبدور، لقيت ان ذا اوردينري عندهم كذا نوع تقشير. قررت ان انا اجيب ذا اوردينري مقشر احماض الفواكه اللي هو الاحمر ده. طبعا يعني الترند جدا 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 ومش محتاجه ان انا اتكلم عنه، بس انا هتكلم النهارده عن تجربتي انا الشخصيه. انا النهارده بعد تجربه شهر ونص المنتج ده هجربه معاكي دلوقتي في الفيديو عشان تشوفي بنفسك المنتج ده حلو ولا لا، وعشان تشوفي كمان نتيجته بعد ما بحطه، وعشان تعرفي كمان كل المكونات وكل الحاجات اللي موجوده فيه عشان تقدري تقرري اذا كنتي تشتريه ولا لا. عبارة عن مقشر أحماض فواكه، موجود فيه كمية أحماض كذا حمض. عندنا ال AHB بنسبة 30% وال BHA بنسبة 2%. ايه هي ال AHA وال BHA؟ ال AHA اللي موجودة فيه هي بنسبة 30%، وال AHA دي اللي هي أحماض الألفا هيدروكسي، وهي عبارة عن 4 أحماض موجودين في المنتج ده: حمض اللاكتيك أسيد، وحمض الستريك أسيد، وحمض التراتيريك أسيد، وحمض الجلايكوليك أسيد. الاربع احماض دول بيعملوا ايه؟ اول حاجه بيقشروا اول طبقه من الجلد اللي هي الطبقه الخارجيه المعرضه دايما لكل القرف اللي بنشوفه في يومنا اليومي ده، سواء الشمس سواء التراب سواء اي حاجه منتج مش كويس. الاول طبقه من الجلد اللي هي فيها كل القرف اللي موجود المعرض ليه طول اليوم، وكمان بيجدد الخلايا، واي بقع داكنه موجوده عندك مكان اي حبوب كانت ظاهره لك قبل كده بيوحد كل الحاجات دي كلها، وبيعمل زي اشراقه كده للبشره، لانك بالتالي انت ما بتشيلي الطبقه الاولانيه اللي هي البايظه اللي فيها كل العيوب، بيطلع لك زي طبقه جديده، او بتتجدد كل الخلايا اللي موجوده في البشره دي، فبالتالي بشرتك بتبقى اكتر اشراقا وتبقى ناعمه اكتر، وبتحسي كده زي ما تكون نورت يعني. بصراحه المنتج ده في حاجه يعني، كميه الاحماض اللي موجوده فيه فعليا مفيده جدا جدا للبشره. بالاضافه كمان ان في احماض البيتا هيدروكسي اللي هي البي اتش اب بنسبه 2%. حمض السلسليك اسيد. حمض السلسليك اسيد بيعمل ايه يا هدير؟ حمض السلسليك اسيد معروف ان هو حمض قابل للذوبان، بيقلل من احتقان المسام، لان طبعا بعد التقشير وشك يبقى ممكن يبقى محتقن او ملتهب شويه، فهو بيقلل من الدنيا دي، وفي نفس الوقت هو بيقتل البكتيريا اللي موجوده في المسام كلها، بيفتح مسامات وبيقتل اي حاجه موجوده فيها، وبالتالي فهو بيخلصك من اي حب شباب موجود عندك، وبينظف كل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. بس على قد ما فيه كذا حمض، على قد ما هو فيه كميه فوائد غير طبيعيه، بس هو قوي جدا جدا جدا
من البشره. طب هل كل البشرات تقدر تستخدمه؟ لا للاسف مش كل البشرات، البشره المختلطه، البشره العاديه، البشره الدهنيه طبعا ده اكيد، البشره الحساسه والبشره الجافه لازم يعملوا الاول اختبار حساسيه. طب اعمل اختبار الحساسيه ده ازاي؟ هتجيبي نقطه من المنتج وهتحطيه في المنطقه اللي هي دي، شوفي هل الوش بتاعك هيتحسس منه، هيعمل احمرار جامد قوي ويلتهب وكده، ولا ممكن حاجه بسيطه بس كده مجرد شكه بسيطه، لان هو الطبيعي ان ده حمض، فهيعمل لك طبيعي شويه حرقان خفيف كده في الاول لحد ما بشرتك بس تتعود عليه، وهو بيقشر الجلد فلازم يعمل شويه حرقان. انما لو وشك التهب جامد قوي وما استحملتيهوش وحاسه ان انت خلاص مش قادره تستمر الموضوع اكتر من دقيقه، يبقى كده خلاص المنتج ده مش مناسب ليكي وما ينفعش تستخدميه. بالنسبه للاستخدام بتاعه يا هزير، هتجربيه مره واحده بس في الاسبوع لو انت لسه اول مره تستخدميه، وزي ما قلت لكم لازم تعملي اختبار الحساسيه الاول قبل ما تجربيه. تجيبوا قد ايه على بشرتي؟ لو انت لسه اول مره هتسيبيه من 8 ل 10 دقائق، وهم كاتبين على العلبه بتاعته ومحذرين جدا جدا في حته ان انت تسيبيه اقصى حاجه 10 دقائق، ما ينفعش تسيبيه على البشره اكتر من 10 دقائق لان ممكن يحرق لك بشرتك، ده مقشر احماض يعني حاجه مش هينه، فلو سبتيه اكتر من 10 دقائق ممكن يسبب لك يعمل لك حروق وبطش كده في وشك، فبالتالي ده هيبقى مشكله وهتدخلي في حوارات تانية مختلفه تماما. انت اول مره تستخدميه هيبقى 8 دقائق فقط، لو انت لسه يعني جربتيه قبل كده مره هتسيبيه لحد 10 دقائق وتظبطي التايمر بتاعك على 10 دقائق وبعد كده تغسليه عادي. يبقى ملخص المنتج ده فوائده ايه كله على بعضه كده؟ المنتج ده من اهم واكبر فوائده ان هو بيخلصك من التصبغات، بيخلصك من بهتان البشره، بيخلصك من عدم اشراقه البشره. مش في بشرات كده بتبقى بهتانه ولونها مش حلو، المنتج ده هيعالج كل الكلام ده، واي حبوب عندك هيشيلها لانه بيخترق المسامات وبينظفها وبيقتل اي بكتيريا موجوده فيها، فبالتالي اي حبوب هتطلع مش هتبقى موجوده. وكمان بيعالج الخطوط الدقيقه، بيدخل في الخطوط الرفيعه اللي هي لسه بتظهر في الاول، اللي هي زي عندنا هنا كده، والحتت دي بيدخل فيها وبيقلل من ظهورها وبيحاول ان هو بيجددها يعني، فبالتالي بيجدد الكولاجين اللي موجود فيها، فبالتالي بتقل الخطوط دي خالص مع تكرار الاستخدام مرتين في الاسبوع. المفروض تعمليه بعد المنتج ده، بعد ما تستخدميه خلاص بداتي اوريدي تستخدميه، عندك خطوتين 2 مهمين جدا 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 بعد المنتج ده. زي اي تقشير في الدنيا، زي اي تقشير بتعمليه في اي عياده، لازم بيقولك على طول بعدها ترطيب ترطيب ترطيب. هترطبي صبح وليل ده اساسي، هترطبي قبل ما تخرجي للشمس، هترطبي قبل ما تنامي، هترطبي بعده. بصي اي حاجه عندك فيها نسبه ترطيب عاليه لازم تحطيها، لازم، ده اساسي. تاني حاجه الصن بلوك لما حطيتيهوش بعد المنتج ده، مش بعده على طول سبته، وهو اصلا يرجح ان انت تعمليه بالليل قبل ما تنامي وتحطي المرطب بتاعك او السيروم والمرطب بتاعك وبعد كده تنامي. الصبح قبل ما تخرجي للشمس لازم تحطي الصن بلوك بتاعك، لان لو ما حطيتيش صن بلوك انت قشرتي الطبقه اللي بره، انت اوريدي قشرتي الجلد، فالجلد تخيلي الجلد بقى هيتعرض للاشعه الشمس وهو متقشر، متخيلين هيحصل ايه؟ هيتحرق، ده شيء اساسي. هنا بقى لمينا شعرنا وزي ما انتم شايفين كده، انا فاكره ان كنت حاطاه في التلاجة مش حاطاه بره. انا بحب احط الاحماض واي سيرم واي كريم ليلي بالذات بحب احطه قوي في التلاجة. تعملي كده القطاره كده تمام، مش هتحطيه على وشك على طول عشان القطاره ما تنقلش اي بكتيريا او اي حبوب موجوده في وشك، ما تنقلهاش في اماكن تانية. هعمل كده واحط على ايدي كده 4-5 قطرات تمام. انا طبعا عشان متعوده عليه فهاخد كميه يعني حلوه. زي ما قلت لك انت لو انت اول مره لسه هتحطي كميه قليله من 4-5 قطرات تمام، وهتمشيه كده. هنوقع دلوقتي ونبهدل الدنيا. خلي بالك منطقه تحت العين اوعي يجي عندها، ده من اهم التحذيرات تمام. والمنطقه كمان اللي هي بتاعه البق دي اللي هي اللي فوق دي برضو ما تجيش عندها خالص. انا على فكره الكميه دي مش مكفياني فانا هاخد تاني. لو انت اول مره 4-5 قطرات 4-5 قطرات، انما عشان انا اصلا متعوده عليه فانا بالنسبه لي يعني الكميه دي قليله، فانا هاخد تاني تمام. مش هبقى المنطقه دي مش هعملها، هاخد تاني. دي تاني قطاره، واول ما اخلص احط وشي كله هبتدي اعد بالظبط 10 دقايق مش اكتر من 10 دقايق. هتحسي شويه كده بلسعه تمام، ده طبيعي. انما لو حسيتي ان وشك
خلاص مش قادره تستحمليه، لا كده يبقى ما ينفعش المنتج ده معاكي ولازم تغسليه فوري، لازم تغسليه فوري. انما اللسعه الاولانيه ده شيء طبيعي لانه مقشر. انا كده خدت قطعتين ليا انا الحته دي عشان بيبقى فيها دايما رؤوس بيضه وسودا. انا ما عنديش سودا بس انا عندي بيضه. تمام اهو ده شكله. هتسيبيه على الوش شويه شويه هتلاقيه نشف. طبعا ابتديت احس دلوقتي بشويه اكلان كده، فده طبيعي جدا ما تخافيش. الا لو الاكلان ده استمر، يعني لو استمر معاكي بقى الحرقان وحاسه ان وشك مش قادره تغسلي بقى خلاص، ما ينفعكيش. هنسيبه دلوقتي 10 دقايق. معانا اهو الموبايل 4، طبعا بصور بالليل، بصور الساعة 12 بالليل، فأنا من 12 ل 14 دقيقة. بعد ما المدة تعدي تعالوا أقول لكم دلوقتي أنا حاسة بإيه. حاليا دلوقتي في شوية أكلان بسيط، وفي احتمال كبير إن يبقى محمر شوية الوش. ده طبيعي يا جماعة، ده طبيعي جدا. حتى انت في الطبيعي لما تجيبي منتج وتجربيه لاول مره بيعملك زي شويه احمرار كده او التهاب، واي مقشر عامه على البشره لانه بيشيل الطبقه الاولانيه او بيتغلغل في المسام، فده طبيعي جدا يعملك شويه احمرار. اما لو حسيتي ان انت في نار بقى خلاص مش قادره وحاسه ان وشك احمر بشكل غير طبيعي، ساعتها لازم تشيلي المنتج سوبيتو وما ينفعش تستخدميه. لو انت جبتيه ولقيتي ان هو وشك التهب منه او ما استحملوش، هتستخدميه ازاي؟ اقول لك انا هتستخدميه ازاي. المنتج ده مش مقشر بس للوش، المنتج ده مقشر كمان لاي منطقه سمراء موجوده في جسمك، تحت الابط، المنطقه الحساسه، الركب، الحتت اللي هي دي كده، اي منطقه سمراء ممكن تستخدميها فيه. وزي ما قلت لك 10 دقائق برضو هتحطي منه كذا قطره على المنطقه دي وتسيبيه 10 دقائق، وبعد ما تخلصي وتشيليه بالميه برضو هتستعملي مرطب، ده شيء اساسي. واظبي على النظام ده باذن الله، باذن الله هتلاقي برضو نتيجه كويسه. انا عن نفسي عايزه الفتره اللي جايه دي برضو اجربه، انا شايفاه من الحاجات اللي بتاعت اوردينري اللي ممتازه ممتازه ممتازه، مش هتخليكي تحتاجي انك تروحي العياده بره. بصراحه ده رايي انا الشخصي، يعني تقشير في البيت، يعني انا مش محتاجه اكتر من كده. بس اهم حاجه انك تمشي على الخطوات مظبوط، يعني ما توقعيش اي خطوه. الترطيب والصن بلوك ده اساسي. ال10 دقائق بالظبط على الوش مش اكتر من كده. تعملي اختبار الحساسيه الاول قبل ما تحطيه. طبعا خليكم كلكم شايفين اللمعه اللي في وشي، شايفين اللمعه، الاحمرار ده كله هيروح بعد شويه، ما تقلقوش منه خالص خالص. بس بصولي على اللمعه ونظافه البشره، شايفين؟ يعني شايفين البشره منوره ومشرقه ازاي؟ وانا فعليا ما بستخدمش اي حاجه واطلع اقول عليها كويسه الا لما فعلا بتبقى كويسه. فانا المقشر بتاع ذا اوردينري ده انا بصراحه حبيته جدا جدا وفرق معايا جدا، لان انا زي ما قلت لكم قبل كده ان كان عندي كمان حاجز البشره بتاع بشرتي كان متدمر، قعد فتره كده متدمر، فهو من ضمن الحاجات اللي خلى بشرتي ترجع يبقى فيها ليونه ويبقى فيها اشراقه ويبقى التجاعيد والحاجات اللي هي تحت الجلد دي تقل كتير كتير كتير. وبحكم كمان ان احنا مع مر السنين والتعرض كل يوم للشمس طبيعي البشره بتهلك مهما كنتي بتحطي حاجات براندات ومهما كنتي بتحافظي البشره لونتها، الليونه بتاعتها واشراقتها، كل حاجه بتقل مع الوقت. فمن ضمن الحاجات اللي عجبتني وهستمر عليها على طول هو المقشر بتاع ذا اوردينري، من اجمل واحلى الحاجات اللي جربتها من ذا اوردينري. بصراحه جربت حاجات تانية منه ما عجبتنيش خالص، وفي حاجات كويسه اللي هو زي الهيالورونيك اسيد كان كويس معايا ما كانش وحش. هي كذا منتج تاني كمان اجربه من ذا اوردينري، وهعمل لكم فيديو كامل عن منتجات ذا اوردينري، لان بصراحه في حاجات انا لقيتها كويسه وفي حاجات تانية زفت، يعني عايزه اقول لكم في زفت، فعليا زفت. انا بحب اجرب الاول قبل ما اطلع اقول لكم اي حاجه، مش مجرد ان انا بطلع اقول كده وخلاص. وحتى انا يمكن اللي بيأخرني في الفيديوهات ان انا بقعد استعمل في منتجات واستعمل حاجات واجيب حاجات جديده واجرب ده واجرب ده، فبحب ان انا لما اطلع لكم فيديو اطلع بفيديو فعلا مفيد. حتى لما تيجي تساليني تحت في الكومنتس ابقى انا متاكده واثقه من الكلام اللي بقوله، متاكده واثقه من النتيجه. حط كمان الكريم المرطب من سيشيدو. سيشيدو من ضمن الحاجات الوهم اللي انا جربتها الفتره اللي فاتت، هو براند ياباني عجبني جدا جدا، سواء السيرم بتاعه او الكريم المرطب.
رهيب رهيب. اولا ريحته حلوه قوي، ثانيا خفيف جدا 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 وناعم جدا، يعني بيديكي نعومه فظيعه. بنسبه ترطيبه عاليه، البشره بتشربه. بصوا زي ما انتم شايفين يا جماعه، بصوا لي اللمعه يا جماعه، بصوا لي اللمعه بجد والله. يعني انا ما بحسش اللمعه دي الا بعد المقشر، يعني اللمعه دي ما بحسهاش على طول. بصوا الالاستيكه بتاع الجلد ده كله من المقشر. انا قبل المقشر بشرتي ما كانتش كده. بصوا الالاستيكه، يعني ايه الالاستيكه؟ في ليونه في الجلد مش ناشف الجلد. بص بعمل كده، شايفين؟ انتوا شايفين اللمعه اللي هنا واللمعه؟ مفيش اي حاجه على البشره غير المقشر والكريم والسيرم. ف يعني بجد بجد من احلى الحاجات اللي اوردينري عملتها، وانا مش هبطله، يعني هفضل استمر عليه بصراحه. غناني عن حاجات كتير قوي. انا كنت المفروض اروح اعمل يعني تقشير لبشرتي، بس انا بصراحه بعد المنتج ده بقى لي شهر ونص اهو بجربه، لا فرق معايا كتير جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم لازم البشره تبقى ناشفه وتبقى نظيفه عشان تحطيه، ولازم تعملي اختبار الحساسيه قبلها، ما ينفعش تستخدميه قبل اختبار الحساسيه. تمام. فدي كل الحاجات اللي خاصه بالمقشر بتاع ذا اوردينري. وطبعا الترطيب، وطبعا الصبح قبل ما تخرجي لازم 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 واقي الشمس بتاعنا. ده كان شكل بشرتي في الاخر، احمرار وليونة وإشراقة ولمعة، بجد من أحسن الحاجات اللي استخدمتها، ومش هتندموا أبدا لما تستخدموه فعليا. وأنا كمان هستخدمه زي ما قلت لكم في الأماكن الغامقة في الجسم كمان، وهقول لكم بإذن الله، هعمل لكم فيديو تاني عنه. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى تكونوا استفدتوا، وأتمنى كمان إن أكون فعليا جاوبت عن كل حاجة تخص المنتج اللي هو المقشر بتاع ذا اوردينري، مقشر أحماد الفواكه. ولو في أي حاجة أنتم محتاجين تعرفوها عن المنتج ده اكتبوا لي تحت في الكومنتس وانا هرد عليكم. لو عجبك الفيديو بقى اتمنى تعملي لايك تحت في الفيديو، واتمنى تقولي لي ايه رايك في المقشر كمان لو انت كنتي جربتيه، وقولي لي كمان هل استفدتي من الفيديو ولا لا. لو عجبك اعملي بقى لايك للفيديو، واعملي كمان سبسكرايب للقناه لو انت لسه مش مشتركه، وفعلي الجرس على الكل عشان الاشعارات توصل لكم. والناس اللي عامله اصلا سبسكرايب تلغيه وتعملوه تاني عشان يرجع لكم كل الاشعارات، والناس كلها ترجع تشوف الفيديو. وما تنسيش تروحي تتابعيني كمان على الانستجرام، هتلاقيني بنزل حاجات مختلفه هناك، واوتفيت وشويه كلام كده مع بعض، وستوريز كده مع بعضينا، واي حاجه بعملها في يومي هتلاقيني هناك بنزل. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجديد، واقول لكم باي باي.